السلام عليكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ معاكم راني فضفضه قلبي مع رنوش، فضفضه جديده وحكايه جديده. فضفضه عجبكم ولا لا؟ وتقولوا لي بتتابعوني من اي بلد وفعلوا الجرس، ويلا بينا على الفضفضه جديده وحكايه جديده. كنت فاكراكي ظهري، فاكراكي صاحبه عمري، كل حاجه حلوه كنت بشاركك فيها، ضحكتي، دموعي، اسراري، حتى تعبي. كنت بقول للناس دي اختي مش صاحبتي، وانا مش واخده بالي انك بتطعنيني في ظهري كل يوم، وانا بس اللي مش شايفه. من سنة تقريبا اتعرفت على شاب خلوق محترم حبني، وكنت شايفة فيه طوق النجاة من تعب الدنيا، وقلت لها عليه وحكيت لها بكل تفاصيله. وانا كنت وهي كانت بتسمع لي وبتدعمني، وعلى الاقل كانت في ظهري على طول. بس الحقيقة انك كنتي بتقربي منه من ورا ظهري، كنتي بتقولي اني مش مناسبة ليه، وانك انت الافضل، وانك انت اللي فاهماه اكتر مني. عارفة لما تكوني بتتكلمي عنه بالسوء، ولما هو بدأ يبعد حسيت ان في حاجة غلط، بس ما شكتش فيها خالص، لحد ما جالي مسج بالصدفة. ما كنتش مصدقة، انت وهو مع بعض من ورايا. ولما واجهتها عارفة قالت لي ايه؟ قالت لي ما هو كان حيران بيني وبينك واختارني انا، خلاص عادي. هي قالت لي كلمة عادي دي، عادي يعني الموضوع بسيط بالنسبة لها. اللي بينا كان عادي، العشرة، السر، القلب اللي حطيته بين ايدك، كل ده كان عادي. انا ما ندمتش اني حبيتك، لكن ندمت اني اديتك مكان في قلبي، ندمت اني صدقت فيكي وافتكرتك اخت. بس خلاص انتوا الاتنين خسرتم انسانة كانت بتحبكم بصدق. بس انا كسبت نفسي وكسبت درس مش هكرره تاني ابدا. لو حد جرب يوم حد بيحكي له كل اسراره بالطريقة دي وخذله، الخذلانة لما بتيجي من اقرب الناس ليكي بتبقى صعبة. هي قصة النهارده من فضفضة قلبي مع رنوش. هتسمعوا حكاية بنت اتصدمت في أقرب الناس ليها. طبعا أما أكون مديه كل أسراري وحاسة ليا أختي وصاحبتي وكل حاجة في حياتي، واصطدم فيها مرة واحدة كده، طبعا بيبقى خذلان وحش قوي. وهي ادتني الثقة فيها، وفي الآخر بتقول لي عادي، خدت خطيب وتقول لي عادي. إيه اللي فيها عادي؟ الموضوع من أوله لآخره غلط. ده درس اللي انت ما تثقيش في أي حد، لازم تختبريه وتعاشريه كويس. ما تديش قلبك لاي حد بسهوله كده، لان الخذلان دوت بيبقى صعب قوي اما تخذل في حد اقرب الناس ليا. وهو طبعا طلع ندل، هو مش صح. ايه هو شاف إيه؟ كان حيران ما بيني وبينها واختارنا انا مش ما اتحطش في مقارنه مع حد، انا شخصيتي غير شخصيتها، ليه يحطوني في مقارنه معاها؟ عشان كده اختاروا صح. القصة النهاردة بتحدد الاختيار، اختار البني آدم الشريك اللي يخش حياتك، واختار الصحبة الصح، الصحبة اللي تلاقيها واقفة في وقت أزمتك أكتر من فرحك. هو ده الصحوبية، دي اللي تحس ليا أختك، أما تلاقيها واقفة في شدتك أكتر من فرحك. ده رأيي، واستنى رأيكم إن شاء الله، ويا رب يكون الحلقة عجبتكم، وفضفضة جديدة من حكاية قلبي مع رنوش، ويا رب يكون